الأهلي وصفقات الأهلي. الأهلي خلص يحيى عطية الله باك شمال منتخب المغرب وباك شمال فريق الوداد المغربي. الأهلي خلص معاه صفقة كلفت الأهلي 1,200,000 دولار، صفقة من العيار الثقيل. هي دي الفرق الكبرى وفرق البطولات اللي بتحافظ على نجومها وبتدعم فرقتها بنجوم على أعلى مستوى. الأهلي خلص صفقة من العيار الثقيل وداخل على صفقة تانية اللي هو محمد علي بن رمضان هيخلص فيها هو كمان، وفي كلام على عمر الساعي. يعني خلال يومين هتبص هتلاقي محمد بن علي بن رمضان وعمر الساعي وإياد العسقلاني داخل جدران النادي الأهلي. وافتكروا كلامي ده كويس، افتكروا كلامي ده كويس. الأهلي بيجمد نفسه أكتر ما هو جامد. الأهلي أصلا مش محتاج صفقات، بس عشان كأس العالم للأندية وعشان البطولات. الأهلي كده يخش أي بطولة ياخدها مستريح. هي دي فرقة البطولات. الفرقة اللي عايزة تاخد بطولات باستمرار لازم تعمل صفقات سوبر. وعلى الزمالك لو ملحقش نفسه دلوقتي في عمل صفقات سوبر، الزمالك كده شكرا، الموسم بالنسبة له اتضرب ومش هيقدر ياخد ولا بطولة السنة دي. وافتكروا كلامي، الفرق البطولات لازم تجيب صفقات سوبر سوبر السوبر لو انت عايز تاخد بطولات. لكن مش عايز تاخد بطولات وتنافس على المراكز اللي هي في المربع الذهبي كده وانت نازل، ما تعملش صفقات. لكن عايز صفقات، عايز بطولات، اعمل صفقات على اعلى مستوى. لازما تضاهي النادي الاهلي في الصفقات. لكن انت دلوقتي ما عملتش ولا صفقه، والنادي الاهلي عمال يجمد نفسه ويقوي نفسه. الموسم بالنسبه للزمالك لو ما ظبطش في حته الصفقات انسى بطوله السنه دي. مليون مبروك للنادي الاهلي، صفقه من العيار الثقيل، والاهلي كده ماشي على الطريق الصحيح. الاهلي ماشي ديانج، جاب محمد علي، هيجيب محمد علي بن رمضان، وهيجيب وطبعا علي معلول مصاب، فجاب يحيى عطية الله. كده الاهلي ماشي صح صح الصح كمان. شابوه للنادي الاهلي. احنا نقول لنا واللي علينا. النادي الاهلي بيعمل صفقات وبيدعم فرقته وبيقويها. مليون مبروك للنادي الاهلي. الفرقه اللي عايزه بطولات لازم تدعم جامد. مبروك للنادي الاهلي، صفقه من العيار الثقيل. يحيى عطية الله داخل جدران النادي الاهلي.